بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنة وحضراتكم طيبين. سنة مليانة بالشغل وبالتعب على الأولاد الصغيرين، بالذات الصف الأول والصف الثاني الابتدائي. بس ما شاء الله عليهم، بيعمل مجهود معاهم، يعني بيبين نتيجة في التعليم كويسة. الله يصلح حالكم يا رب. النتيجة بتاعتهم هتبان بكرة إن شاء الله. بنقول مبروك لكل الناس اللي نجحت. حضرتك هتستلم مني شهادة بالشكل اللي أنت شايفه على الشاشة دوت. عايزين نتكلم مع بعض حبة في الشهادة عشان تفهم القصة رايحة فين وجاية منين. دي شهادة الترم التاني. هنرجع حبة الأول للترم الأولاني ونشوف الشهادة بتاعت شكل الترم الأولاني كان شكلها عامل ازاي. انت حضرتك استلمت مني شهادة في الترم الأول بنفس المنظر دوت. زي ما انت شايف كده، دي درجات ملف التقييم ودرجات اللي هو التقييم المبدئي والتقييم النهائي. فالطالب ده كان مثلا جايب في اللغة العربية 99، دي درجة الترم الأولاني. درجة الترم الأولاني. طب أنا أعرف إزاي درجات الترم التاني وإزاي أعرف درجات الطالب على بعضها؟ ما هو أنا عندي الترمين بيتجمعوا على بعض، الترم الأول والترم التاني بيتجمعوا على بعض ويطلع المتوسط بتاعهم اللي هو درجة الطالب النهائية. درجة الطالب النهائية. فدي شهادة الترم الأول حضرتك استلمتها بالشكل ده. فيها درجات ملف التقييم وفيها اجتاز اللي هو التقييم المبدئي واجتاز التقييم النهائي واللون بتاع المادة، بس ده على درجات الترم الأول. طيب بالنسبة لدرجات الترم التاني هعرفها ازاي؟ حضرتك هتستلم مني شهادة كده نفس النظام، تفصيلية بدرجات الترم التاني. فيها ايه الشهادة؟ فيها ملف التقييم بتاع الترم التاني، اللي هم ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، اللي هم بتاع السبع خانات دولت. والمجموع بتاع المادة اهوت. ده ترم تاني، ترم تاني فقط. وبالنسبه للامتحان اللي هو التقييم المبدئي والتقييم النهائي، بيترصد عندي اجتاز او لم يجتاز. الطالب لما بيعدي نص الدرجه بتاعه الامتحان هو يعتبر ناجح معايا اجتاز. ودي تعليمات الاداره التعليميه ان انا ارصد الامتحان كده اجتياز وليس درجات. طيب ايه الدرجه دي؟ دي متوسط الترمين مع بعض. دي متوسط الترمين مع بعض. يعني لو جينا مثلا اخدنا الانجليزي هنا، الطالب ده جايب في الترم الثاني في الانجليزي 99 زي ما احنا شايفين. وبالمناسبة دي نفس الشهادة بتاعت الطالب في الترم الأولاني، هو جايب في الترم الأولاني 100. فأنا لما أجمع 100 على ال 99 بتوع الترم التاني اللي هو جابهم، يبقى كده 199. لما أقسمهم على النص فيطلع المتوسط بتاع الدرجات بتاعته هو ناقص درجة واحدة. لما تقسم على 2 تبقى نص درجة، يبقى هو كده جاب 99 ونص. ده مجموع الترمين مع بعض. ما شاء الله عليه، ده طالب مجتهد مقفل في الترم التاني يعتبر، وناقص حاجات بسيطة. فدي درجة الترم التاني اللي احنا شايفينها، اللي هي متوسط الترمين. دي الدرجة النهائية للطالب. النسبة المئوية اللي موجودة هنا دي نسبة مئوية للحضور، عشان الناس كانت مفكرة في الترم الأول نسبة النجاح بتاعة الطالب. لا، مش نسبة النجاح، دي نسبة الحضور. إن الطالب مثلا حضر معايا 98%، لأن النجاح والرسوب في الصف الأول والثاني بيتاخد على نسبة الحضور. المفروض الطالب بيحضر معايا 65%، فيعتبر كده ناجح. تمام. يبقى دي حالة او شكل الشهادة في النجاح. طيب عندي حالات تانية للشهادة. في حالات تانية للشهادة. في عندي الطالب اللي هو لا قدر الله راسب او لم يجتاز او لم يوفق في الامتحانات، تقييم النهائي والتقييم المبدئي. عندي شكل شهادة بالشكل ده. ده طالب ما حضرش معايا خالص. الطالب ده لم يحضر، لم يجتاز، غايب في كل الامتحانات. فده بيتعمل له حاجة اسمها النتيجة معلقة لحين اجتياز البرنامج العلاجي بسبب الغياب. انا ما عنديش دور تاني في الصف الاول والصف الثاني، ولكن هيتعمل لهم في خلال الصيف حاجة اسمها برنامج علاجي. الطالب لما يحضر معاه البرنامج العلاجي يقدر يعدي الترم الثاني، يقدر يعدي الصف الاعلى، الصف الاعلى. طيب في عندي ايه كمان برضه اللي بتخش برنامج علاجي معايا؟ الطالب اللي هو لم يجتاز في الامتحانات بتاعة التقييم المبدئي والتقييم النهائي. زي ده كده مثلا، ده طالب، دي درجات الملف بتاعة الترم التاني، وده مجموعه ترم تاني، ولكن هو لم يجتاز في العربي هنا في التقييم المبدئي ولا التقييم النهائي، ولم يجتاز برضه في الرياضة، ولم يجتاز في متعدد التخصصات. مجموع بتاع الترمين مع بعض اهوت. ده نفس النظام، هيدخل معايا برنامج علاجي في الصيف. هيتحدد له ميعاد معين هيتم الاعلان عنه على الصفحه بتاعه المدرسه ان شاء الله. ويخش معايا برنامج علاجي للصيف، بعدها يترحل للصف الاعلى، سواء كان في سنه اولى يطلع تانية او في تانية يطلع سنه تالتة. ده شكل الشهاده عشان الناس مش تتوه في الشهاده. بنأكد تاني ان النسبه هنا دي نسبه الحضور، نسبه الحضور مش نسبه النجاح. درجات الترمين مع بعض او الدرجه النهائيه اللي هي متوسط الترمين دي اللي هي الدرجه.
الدرجات اللي هي الكبيره الكتير اللي هي دول السبع خانات الاولانيين دول درجات الترم الثاني، زي ما انت استلمتهم بالظبط في الشهاده بتاعت الترم الاولاني. بنتمنى للجميع التوفيق يا رب، كل سنه وانتم طيبين، والف الف مبروك للاولاد اللي نجحوا، والتوفيق للباقي اولادنا ان شاء الله اللي بيمتحنوا. السلام عليكم.